الأدوار بتتقلب وبيلاقي نفسه إن هو هيبقى الكبير بتاع الكبار، مش يبقى عايز يقبل فكرة ان ابوه او امه كبروا وما بقوش نفس الناس اللي كانوا وأنا ما من كذا بقتش. سنة. ما هو بالضبط. إحنا لمّا بنراعي حد تعبان أوي، مم. إحنا إحساسنا بالعجز بيعلى جدًا. من ضمن الأنماط برضه الشخصيات اللي هي بتبقى بتنهار بسهولة. ساعات احنا كمان مقدمي الرعاية لما بنشوف اهلنا في الوضع ده بنخاف على نفسنا طبعًا مستقبلا. مش مطلوب خالص إن يبقى في مشاعر، إمم. مطلوب إن يبقى في عطاء ومطلوب إن يبقى في مسؤولية. يعني مش عايزين نبُص لها من زاوية واحدة، بنقول لمقدم الرعاية إن شاء الله ساعة كل أسبوعين. فيها حاجات إيجابية صح؟ أنا أعرف ناس قرّبوا من أهاليهم في مم. فترة التعب. صح. بعد ال40 إيه اللي حصل النهارده يا لينا؟ حصل يا منى انه في سن ال40 بعد ال40 وبعد ال50 وبعد ال60 غالبا، مش في كل الأحوال بس غالبا ده الوقت اللي ممكن يكون ابتدى أهالينا يكبروا. بالضبط. الأم والأب ابتدوا يكبروا، ابتدينا احنا نبقى مقدم الرعاية للأم والأب سواء كبروا في السن بس أو كمان عيوا أو في أمراض شيخوخة. الحقيقة دي مشكلة بتواجه ناس كتير جدًا، ويعني هي مش مشكلة، هي تحدي. مرحلة كاملة مليانة تحديات، وناس كتير جدًا بتبقى عندها مشاكل فيها إزاي تتعامل معاها، إزاي تتعامل مع نفسها، وإزاي تتعامل مع الشخص اللي هي مطلوب منها إنها ترعاه. معانا النهارده دكتور تامر جويلي، أستاذ الطب النفسي جامعة القاهرة. أهلًا أهلًا وسهلًا، بيك يا أهلًا دكتور. بيكِ. ليه رعاية أهلنا وحبايبنا إمم. بتبقى مسألة صعبة؟ نفسيا. طيب البداية الصعوبة الأولى والأهم اللي بتاخد فترة في الأول بالذات لمّا حد أكبر يعيا، هي فكرة إن التغيير بتاع الدور الراعي دوّة عايش أغلب حياته هو في دور الأصغر، في دور اللي هو ما بياخدش قرار، في دور اللي بيقدّم الاحترام التبجيل للي أكبر منّه. فجأة هو الأدوار بتتقلب وبيلاقي نَفْسه إن هو هيبقى الكبير بتاع الكبار. يعني زي ما أكون هابقى أب لأبويا أو أم لأمي وهكذا. النقلة دي مش سهلة أوي على البني آدمين، النقلة دي صعبة كتير، يعني صعبة أوي. أنا باغيّر أفكاري، باغيّر طريقتي حتى في التعامل نفسها، الحاجات اللي متعوّد أعملها، فجأة أنا باخد قرارات لحد هو اللي طول عمره مستقل وبياخد قراراته، فهو ده بيبقى حساس جدًا ومؤلم في بعض الأحيان، إلى أن يحدث التأقلم. إمم. بياخد ساعات وقت طويل. تفرق من حد للتاني بقى. بتفرق من حد للتاني وبتفرق كمان لو المريض برضه بيبتدي هو كمان مش عايز يخسر حريته أو يخسر قدرته على أخذ يقاوم. القرار، لأن في بعض الأحيان في قرارات عمليات مثلًا جراحية، قرارات لأدوية، قرارات مروح للدكتور، علاج طبيعي إلى آخره. بعض الأحيان الكبار السن أو المريض نفسه بيبقى رافضها. فساعتها التدخل مش هيبقى بتاع الطاعة اللي متعود عليه اللي مقدم الرعاية يعني. مقدم الرعاية بيضطر ان هو يبقى في المرحلة دي كأنه هو اللي لازم يوجه ويفرض رأيه لمصلحة طبعا الأب أو الأم، بس بيلاقي نفسه في وضع في صراع جدا، لأن أنا فجأة إزاي أفضل محترم دوت وفي نفس الوقت أنا بفقده حريته بطريقة ما. وإيه المشاعر اللي بيولدها بقى يعني الدور المعكوس ده؟ طيب الدور المعكوس بيعمل كذا حاجة، من ضمنها طبعا فكرة القلق، بالذات لو مقدم الرعاية لوحده، يعني ما حواليهوش مجموعة، يعني لو ابن وحيد مثلا، أو لو ابن أو ابنة وباقي العيلة مش موجودين أو باقي الأولاد مش مسؤولية عليه موجودين، لوحده. فأنا كده مسؤولية لوحده عليا، تردد، قلق جدا، لأن أنا اللي باخد القرار، وبالتالي أنا اللي هألام لو حصل حاجة. وأوقات كتيرة جدًا بيبقى الناس مصدّرة حد، بيبقى في فرد عادةً هو اللي متصدّر أيوه. في أوقات كتيرة. فالقلق طبعًا شعور أساسي. الشعور التاني هو فكرة إحساس أحيانًا بالذنب، لإن أنا لمّا هاخد القرار دوّة، طَب لو حصل حاجة؟
فبالتالي انا اللي هبقى مسؤول وانا اللي هبقى وممكن ما كاني يبقاش باذي. القرار ده حتى مرحب بيه من الشخص الكبير، يعني بعمل لمصلحته بس هو في الاخر متضايق مني فانا زعلانه. زعلان امم وحاسس بالذنب، بالذنب. وطبعا ان انا يعني اصل هي قرارات مش بس صحيه، قرارات احيانا ماديه كمان. صحيح. يعني في بعض الحالات زي امراض الشيخوخه زي الزهايمرز وكده، اللي بيحصل ان الناس بتبقى فاقده قدرتها على التعامل مع الفلوس، وبالتالي انا بفقده جزء من سيطرته على امواله مثلا، امم طبعا. حتى من غير حجر، من غير حاجه، هو مجرد ان انا بتدخل وبمنعه من اشياء لحمايته اساسا. ولكن صعب قوي، صعب قوي ان الفرد نفسه او المريض نفسه يبقى فاهم انه ده لحمايته. ممكن احساس اللوم كمان احيانا. من الاخرين ولا من تقصدي لوم لا منين؟ يعني بلوم نفسي. هي اللوم هي بتحصل طول الطريق. طول الطريق لو خدت قرار مثلا اني جبت جليس والجليس طلع وحش، خدت قرار ان انا وافق على العلاج الفلاني وعمل له اثار جانبيه تعبته، خدت قرار ان انا اتدخل وامنع سفريات، هوايات، حاجات. انا ساعات بلوم نفسي كمان على ان انا يعني خرجت مثلا سافرت. ده له دعوه. هو هنا بنتعامل مع الناس اللي بتعاني في المنطقه دي بايه؟ ان احنا بنوصل له ان على فكره هو فعل شيء للنفس، ده مش للنفس بالمعنى المفهوم. انا ان انا اخد بالي من شخص مريض، ده مجموعه لا نهائيه من الواجبات، مش كده؟ بلس ان انا الشخص اللي بياخد باله دوت هو في وسط حياته، عنده اولاد وعنده شغله وعنده مسؤولياته وطموحه، فلو كرس وقته كله للشخص دوت هو هيوقع كل حاجه، وفي الاخر هو هيبقى عنده غضب ناحيه الشخص. فاحنا بنقول ان ده انك تعمل حاجه لنفسك، ده كانك بتحط رصيد عشان الطاقه دي تروح للشخص احنا اللي انت هنتكلم بترعاه. على ده بشكل مفصل. خصوصا يا دكتور تامر، يمكن انه المرحله دي بالذات، المرحله يعني طبعا م. ده ممكن يحصل ان اب او ام م. يتعبوا ويعيوا جدا واحنا في م. العشرينات مثلا. طبعا. لكن لما ده بيحصل بشكل طبيعي، م. وغالبا ده بيبقى بعد ما احنا نتم 40 او م. 50 او م. 60، بيكون كمان احنا مسؤولياتنا كبرت. فالمرحله دي متهيألي بتبقى وكأنك مضغوط ما بين شغلك اللي انت بتكبر فيه واسرتك اللي محتاجاك جدا، وكمان اهلك اللي بقوا يعني معتمدين عليك بشكل أكبر بكتير من زمان. فيمكن ده بيزود هذا الشعور بالعبء مع الذنب مع اللوم مع العجز مع كل ده. هو كم من المشاعر، وعشان كده فكرة الاحتراق النفسي اللي هو كتير قوي بيتعرض لها مقدمي الرعاية، بتحصل بسبب كده، بسبب كم المسؤوليات المتضاربة في وقت واحد. وان انا لازم اختار، انا بختار ساعات بين هو انا اودي ولادي المشوار ده ولا اروح اقعد مع اهلي. يعني بين مسؤوليات ساعات الاختيار بينها صعب. لان هما الاتنين اولويات، فقرار الاولوية على اساس ايه؟ تاني برضو بنرجع نتكلم على فكرة ان حاليا الرعاية بقت بتقدم عادة من فرد او فردين، ما بقاش فيه زي زمان الأسرة الممتدة الكبيرة، البيت الكبير اللي فيه ناس كتير فمتقسمة عليهم أصلا المسؤولية. خلينا نروح بقى لأنماط مقدمي الرعاية. يعني احنا شخصيات مختلفة عن بعض، 100%. ففي حد ممكن مثلا يبقى على طول مهتم بشكل مبالغ فيه، عنده إحساس دايما بالرعب على باباه أو مامته أو الشخص اللي مهتم بيه، محدش يقرب غيره، محدش يعمل له حاجة غيره. في ناس تانية شخصياتها مختلفة. فخلينا كده نصنف الأنواع الأساسية عشان كل حد من اللي بيتفرج علينا يشاور على نفسه كده. التركيبة الأصعب دايما بالرغم أنها تبدو أنها التركيبة الأنجح هي التركيبة المثالية. التركيبة المثالية اللي عايزة كل حاجة تعملها مظبوط قوي، ضميرها صاحي جدا، عايزة كل حاجة 10/10، مغرقة في التفاصيل. الأزمة في إيه؟ الأزمة إن هم أكثر عرضة للاحتراق، لأن هو بيدور على تفاصيل أكتر بكتير قوي يعني من الناس التانية. يقع خالص، إن هو جسمانيا ونفسيا يبقى مش قادر يواصل من كتر ما الضغوط مستمرة، لأن الضغوط هنا أغلبها داخلي، إن أنا حاطط كم من التفاصيل اللي لازم أقلق عليها قوي. فبالتالي حد تاني ما عندوش هذه التركيبة مش هيبقى شايف نص المشاكل ديت. مش بالضرورة دي حاجة حلوة، لأن احنا ممكن تحصل مصايب، أيوه. ولكن في نفس الوقت مش هيبقى معرض للأذى قوي كده. زائد كمان ان الإغراق في التفاصيل قوي بتخليني مش عارف احط أولويات، هو مين انهي تفصيلة اهم من انهي تفصيلة،
وساعات ده بنشوفه لما حد يبقى جايب عيان وعمال يسأل في حاجة صغيرة قوي. هو على فكرة ماشي، هي مهمة، بس احنا عندنا حاجات أهم كتير من كتر الإغراق في التفاصيل. فده نوع. في نوع تاني اللي هو الشخصيات اللي أصلا اعتمادية، اللي هو أصلا كان متشال من مم. الناس ديت، فهو بيفضل في حالة إنكار طويلة جدا. مم. وده طبعا مؤذي للمريض قوي، للشخص الكبير المريض، لأن هو لا هو كويس، لا هو تمام، مع إن الإشارات واضحة قوي إن الشخص بيتدهور. مم. بس لأن هذا الفرد يعني مش عايز يخسر اعتماديته، او مش عايز ينقل الدور اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، ان هو يبقى هو الكبير بتاع مم. القعده، فبيبقى مش انكار. عايز مش يبقى عايز دوت. يقبل فكرة ان ابوه او امه كبروا وما بقوش نفس الناس اللي كانوا وانا ما من كذا بقتش سنة، وما بقتش انا اللي الصغير، ما مم. بقتش انا محور الاهتمام، ما بقتش انا اه اللي باخد. ده انا دلوقتي دوري لازم ان انا ادي، ادي. مم. وده مش وساعات شغلتي. متهيألي يا دكتور تامر، يعني ساعات بنشوف انه ممكن الاسره الواحده يبقى فيها النوعين دول، اه طبعا. النوع المثالي ده والنوع اللي عنده الاخوات. انكار، مم. الاخوات. فيبقى في كمان يحصل تضارب بقى، يعني هم يحصل دي كلاش. بنشوفها فيه اللي هو الشهيد او المنتخب، ان هو الشخص المسؤول اللي هيشيل الحاجات، وده بيبقى لطيف قوي بالنسبة للباقيين لأنه هيشيل المسؤولية وهيلام و ده احنا هنحط عليه كل العبء كل بقى الحاجات، ونحاسبه. مم. كل الحاجات. اللي كمان بالنسبة للأعداد أوقات إن فكرة إن الشخص الذي لم يتزوج أو البنت اللي امم ما اتجوزتش او دي اتجوزت وما عندهاش بتبقى ولاد. دي دورها كأنها بتاخد الدور ده بالغصب، صح. كأن ملهاش الحق إنها بما إنها لم تتزوج وما عندهاش أولاد، يبقى بالتالي هي دور الراعي، هو ده الدور يقع عليها خلاص غصب عنها. مم. بقى بتاعها. مم. فبالتالي هي مش مسموح لها بأدوار مم. تانية، والمجتمع بيشجع الحكاية دي. صح. وغالبا لان كمان هذا الشخص بيبقى شايل فترات طويله جدا اكتر من بقيه الاخوات. واتمنع من انه ياخد الدور بالكامل، انه يكبر، لانه صح. طول الوقت طول ما هي موجوده في البيت فهي بتعامل كانها صغيره، حتى مم. ممكن تبقى كبيره في مم. الاربعينات ايوه وتشتغل وناجحه، لكن بتعامل على انها صغيره. مم. مظبوط. فالحياه الاجتماعيه دي بتبقى ازمه للنوع ده من الاشخاص او مم. مقدمي الرعايه، اللي هي اتدبست ان هي ما مم. عندهاش اختيار، مش انها عن طيب خاطر، ولو ان اغلبهم طبعا بيعملها عن طيب خاطر مم. الحقيقه. طب لو كل الاخوات مثلا م- رجاله وستات وكلهم متجوزين ومخلفين م. وبيشتغلوا، مين الشخصيه اللي غالبا بيتم اختيارها؟ هل هي الشخصيه المثاليه دي اللي طيب الشخصية المثالية وغالبا ست، بعيد عن التعميم يعني، بس هو الستات غير ان اجتماعيا مم. بيناط بيهم فكرة ان هم اللي هياخدوا بالهم وهم مسؤولي الرعاية، ولكن الستات كمان هو الحقيقة ان هم اكثر تحملا للمسؤولية يعني. يعني الناس ما بتنبسطش قوي لما بقول كده، بس في خرافات بتقال عن الرجالة، مم. الخرافات عن الرجالة انهم مسؤولين وانهم بيواجهوا. الرجالة لا بيواجهوا ولا مسؤولين الا اذا بطبعهم، اتدبس. الا في اذا شغله، كان لا، واذا الا في كان هو شغله، الوحيد اللي المطلوب منه الدور او ده، لو ما بالظبط عندوش اخوات بالظبط. بنات، ممكن ما يصدر عندوش مراته. زوجة. وده آه بيحصل، ايوه ده ممكن يصدر بنشوفه والله مراته انا بالفعل، اعرف، فعلا. اه ده والله انا بنشوفه. اعرف رجاله، لا اعرف رجاله ان هو حاسس ان ده بابايا ومامتي انا، فمش المفروض ان هي تبقى مسؤوله، المسؤوليه يعني بيديها جزء من مهم. المسؤوليه، بس المسؤوليه الكامله عليه. بس عايزين نتكلم على من ضمن الانماط برضو الشخصيات اللي هي بتبقى بتنهار بسهولة، مهم. يعني هو مش مثالية قوي. مهم. اصل انا شفت الانماط دي في مهم. حياتي، يعني مش مثالية قوي، يعني بتحاول تعمل قد ما تقدر، بس طول الوقت منهارة، طول الوقت منهارة. فيعني منهاره من تتعامل الموقف ازاي؟ ولا منهارة منهاره من المسؤولية، ومنهارة مم. من الدور اللي بتعمله، و... ومش عارفة تشيل نفسها ولا تشيل الشخص مم. يعني. طب بس هو هنا اه غالبا بنتكلم على مشاكل أولية يعني بادية من قبل القصة مم. ديت، لأن هو مش دي اصلا طبيعة شخصيته دي طبيعة قصدك؟ مم. الشخصية اه اللي هي أميل للقلق، أو للشخصيات اللي عادة نفسها قصير. مم. نفسها قصير بمعنى إنها المخ عندها متركب على نتائج سريعة. احنا بنتكلم على اننا نراعي حد كبير، اولا هو مفيش نتائج سريعه، ده بالعكس، ده هي مشوار طويل جدا، ومشوار طول ما انا ماشي عارف ان مفيش مكافاه، ده بالعكس. بالعكس ده في عقاب مم. غالبا في الاخر، يعني للاسف بينتهي بفقدان الشخص، صح. سواء يعني قصرت المده او طالت، هو في مم. الاخر
هنفقده. فالناس اللي هي بتعتمد على افكار خياليه، على ان في حلول سحريه هتحصل، اللي هي حياتها مداره بهذه الطريقه، هي اكثر طبعا عرضه للاحباط جدا، وهي دي اكثر شخصيات بتهرب في الحالات دي. بتهرب. فدول اللي بيودوا دور، هم دول اللي بيجيبوا هلب او بيجيبوا مساعده بدري قوي. مم. يعني برضو من احد الحاجات بمناسبه الذنب لو نرجع، فكره ان انا اجيب مساعده، مم. ان انا اخلي حد يجي يساعدني. كان عندي المشكله دي، يعني مش مامتي عايزه. لا، مامتي ما كانتش موافقه. احنا كانت مامتي مم. مريضه كلى والسنين طويله جدا، مم. وكنا وصلنا لمرحله انه هي بقت تعبانه جدا، وكلنا مم. بنساعد بعض. بصراحه احنا كنا مم. بنوزع المهام على بعض يعني، لكن هي في مهام معينة في وقت من اليوم لازم حد يساعدنا. صح. أنا في الشغل، بابايا في الشغل، ما ينفعش تساب او لوحدها. حاجات محتاجه قوه جسمانيه، آه ما ينفعش ما اعملها. رضيتش ان احنا نجيب مساعدة غير مم. لما بابايا اتعرض لأزمة مم. صحية، مم. لأنها حست انها كده مم. هتأذيه. بقى هنا بقى قررت انها تستسلم. مم. غريبة ان انا حصل لي قصة مشابهة مع والدي فعلا. برضو، ان هو كان تعبان ووالدتي رافضة، وهي كان نظرها ضعيف جدا بس رافضة ان حد يجي يساعد، الى ان اتكسر. مم. فكده بقى خلاص ما تقدرش تشيله، مم. يعني ما تقدرش جسمانيا تشيله. ساعتها قبلت وعلى مضض شديد وباحساس تقصير غير عادي. فهو فكرة التقصير دي فكرة ان انا، يعني احنا عندنا النقيضين، عندنا الناس اللي شايلة مسؤولية قوي، وعندنا الناس اللي مع اول حاجة هتودي دار مسنين. هي فيها جزء انا قدرتي ايه، فيها جزء علاقتي بالشخص ايه. يعني انا كان دوري مع والدتي الله يرحمها ان انا اللي برفع سماعة التليفون اقول ماما اعملي من فضلك كذا، مم. لان هي هتسمع كلامي مش هتسمع مم. كلام اختي. اوكي. مع ان هو نفس الطلب وعلاقتها باختي زي الفل، بس في حاجات كده هتعمل لي انا خاطر فيها، صح. اللي هي حاجات بايخه. مم. فهي على راحتها مع اختي اكتر انها تقدر تقول لها لا، معايا انا لا، هتعديها لي. مم. فهنا ده توزيعه ملهاش علاقه، لا علاقه بكل واحد فينا موقفه او علاقته بيها شكلها ايه. الاتنين حلوين بس كل واحد له بابه او له مدخله. مم. فده اللي كان ازاي الادوار بتتوزع بسهوله مم. من غير ما ناخد بالنا. ففي بعض الناس دورها بينحصر انه يبقى مادي، ودي مش حاجه قليله ساعات. بتوفر صح الدعم المادي. فبيبقى كانه انا بالنسبه لي مش هقدر ابقى بتعرض للالم دوت، مش هبقى قادر ادخل في التفاصيل، بخاف. طب هقدم ماده، ده لا يعيب طالما ان في دور في دور ما مش هي المشاكل منفصل بتحصل لما الناس بتحس ان في حد مرمي عليه كل حاجه وحد مش شايل طبعاً. خالص. اعتقد طبعاً. انه ساعات كتيره بنلاقي خصوصا لو حد من الوالدين هو اللي تعب الاول والطرف الاخر لسه حالته كويسه، كتير قوي بيبقى فيه ريزيستنس ويعني رفض من الطرف الاخر ان يجي حد يساعد. وخصوصا لو الطرف اللي لسه سليم شويه هي الام. ليه بقى؟ ليه الزوجه بتبقى رافضه في المرحله دي؟ يعني نفسيا ايه اللي بيبقى حاصل جوه مخليها تحس انه لا احنا مش محتاجين مساعده؟ لان هي الزوجه بتكون قلبت خلاص للزوج. فده حاجه. الحاجه التانية فكره ان غالبا اللي هيجي مساعد هيبقى راجل. فطبعا هي فكره مش مريحه للحريه الشخصيه وللقعاد وابقى قاعده متكتفه. طبعا فكره وجود مساعد اصلا في البيت ما بتبقاش مريحه لكل البيت، وفكره الامان وفكره يعني افكار كتيره قوي، وماديا مش متاحه كمان لناس كتير جدا. صح. واظن في برضه حضرتك اتكلمت على فكره الدينايل ده او الانكار، ان احنا بنقعد ومتهيألي مش متاكده بقى هي ليها بس علاقه بالشخصيه ولا ليها علاقه بان احنا كلنا بنبقى متعلقين باشياء. يعني انا فاكره ان انا دلوقتي لما اقعد افتكر ازاي انا كنت بقعد اقول لا لما مامي تبقى كويسه هنعمل كذا، او لما ابويا يبقى كويس هنعمل كذا. يعني انا كنت متخيله ايه، ما كانت الظروف واضحه جدا ان ما حدش هيبقى كويس يعني، بس انا حقيقي كنت مقنعه نفسي ان انا مأجله حاجات. دلوقتي بقى ندمانه ان انا اجلتها، ان لما يبقوا كويسين هنعملها. احنا لما بنراعي حد تعبان قوي احنا احساسنا بالعجز بيعلى جدا. صح. فانا محتاج ان انا احس ان في اي حاجه بتحصل حتى لو اقنعت نفسي بدوت. يعني كان عندي احدى مريضاتي بتاخد بالها من مامتها، وبعدين ماما تقول لي وبنزلها كل يوم، فبقول لها هي مش فارق خالص على فكره، يعني نفسي تريحي لانه مش فارق. وبعدين كررت الحكايه دي كذا مره، وبعدين قررت ان انا بايخ قوي على فكره، سيبها. مش الام مش هيوصل لها حاجه خالص، ولكن هي نفسها احساسها حاسه ان في فرق، انها هيبقى بتعمل حاجه. طب انا ليه بصادر على دوت بواقعيه يعني شديده؟ مش طيب لازم.
احنا صح. هنا عايزين نتكلم اكتر بشكل مركز م. بقى على المشاكل اللي ممكن يواجهها مقدم الرعاية، الابن او البنت او م. ايا كان، وازاي يواجهها يحلها. يعني هنا خلصنا الانماط، مهم. نروح للمشاكل بقى. اكتر المشاكل اللي ممكن يواجهها فكرة المجتمع او مهم. الدايرة المحيطة، مهم. التنظير، مهم. اللوم، التدخل، احساس انه وتدخل من غير ما هو يساعد. يعني طبعا انا ازاي ده تعملي اساسي انه كذا، من غير ما يبقى ساعة. ازاي م. انت سايباها كذا، م. انت ما بتوديهاش م. كذا، انت ازاي احكام، تخرجي، اصدار م. احكام اه كتير. مسافره هتسافري 3 ايام، طب ومين اللي هيقعد م. معاها، طب واللي هيقعد معاها ده انت ضامناه، ان نتعامل مع ده ازاي؟ طيب هو هنا المطلوب ان الشخص اللي مقدم الرعاية بجد مم. يعني يبقى من الجراءة انه يقفل تماما التفاصيل في الاحوال دي. في ناس بتسأل وبيبقوا مخلصين جدا، وفي مم. ناس فعلا بتساعد، لكن في ناس اللي هو بالنسبة له انه قال الكلمتين هو كأنه عمل اللي عليه. صح. هو مش بيبقى قاصد انه يغلس، بس هو من فوق كده انا كأني ما خلصت انا لو واجبي تجاه قفلت الشخص. عليه بقى هيزعل، وممكن تبقى حد كبير في العيله، جميل. حد مهم، لا، اقول له وساعات على فكره يعني الاخوات اقول له نفسهم، كلام طبعا ساعات الاخوات المفروض ياخدوا بالهم بتعمل مشاكل يكونوا ما بقى. بيعملوش المجهود بس بينظروا ويدوا مم. تعليمات. طبعا مم. يعني في بعض الاحيان الفكرة دي هي لعبة التوازن ديت، مم. وهي لعبة صعبة، لان انا صح. ببقى حاسس ان انا قد ايه وحيد، ان اللي قدامي ده بيقول كلام مش واقعي خالص، مم. وكأنه بيلغي ومش اللي ناقصاك انا بقى بعمله. يعني بالظبط، مش انا ناقصاك متبهدل الموضوع. ايوه ومتمرمط، مش صح ناقص كلمتين بالظبط. كمان، مش ناقص يعني دوت، مم. وانت مش بتساعدني صح. كمان. مم. فهنا ازاي ان انا ابقى على قد ما اقدر بنحط اللي بتسميه الباوندري او الحد صح. اللي وقف عنده الشخص. مم. دي مهارة مش كل الناس عندها طبعا، مم. ان انا مم. اعرف ازاي احط حد من غير ما ابقى بايخ او من غير صح. ما ابقى حاد. ولكن الناس اللي بتكون وصلت لمرحلة شديدة من القلق او من الاكتئاب بنعلمهم ده ايوه في الاحوال ديت يعني. مم. خليك كده ان هو هنقول حاد يعني تمام، وقاطع. ان شاء الله ميرسي خالص خالص خالص، مم. وبعدين مش هعمل حاجة مم. تاني مم. وهعمل اللي انا عايزه. مم. طيب هل نمط شخصية الأم أو الأب مم. اللي بقى مريض أو مم. أو دخل في حتة الشيخوخة بتأثر على المعادلة دي؟ جدا جدا. قبل نمط شخصيته كمان علاقته ده بالشخص اللي موضوع مدي كبير. الرعاية. هقول لك على مثل لسه شايفه قريب خالص، مم. حد من مرضاي وهي علاقتها بأمها وحشة جدا، وهي طول الوقت في العلاج بتتكلم على انها مستنية انها امها تبقى ام، مستنية ان امها تبقى ام، يعني انها قد ايه بتقدم لها وتروح لها وتحاول تعمل لها حاجات، وبرضه الست بتعملها معاملة سيئة جدا جدا. يعني ذكرياتها معاها كلها وحشه. كلها سيئة سيئة مم. وهي إلى أقصى مستنياها درجة، تبقى أم في وهي الوقت ما اللي هي زالت بتقدم لها فيه عندها أمل، الرعاية. وإحنا كان كل شغلنا إن افقدي الأمل عشان خلاص مش هيحصل، ما هو كان عندك العمر ده كله. ست عيت، فهي بقى مطلوب منها بقى إنها تقدم تراعيها. رعاية لحد بيعملها معاملة سيئة جدا، أوكي، خايفة من، قادرة على إيذائها حتى وهي تركيزها تعبانة. بيروح، أوكي. وكان الكلام كله إن هو إحنا مطلوب منا نعمل واجب، مش مطلوب منا، وده شيء صعب جدا بيعه. يعني المدخل هنا بيبقى بحب. ان هو عايز يعمل الحاجة، فعايز يعملها وانا حابب. فحتى لو مش رجعنا قادر. دخلنا من منطق ديني، يعني هو المطلوب البر مش الحب، يعني مش المطلوب خالص ان يبقى فيه مشاعر، مطلوب ان يبقى فيه عطاء، ومطلوب ان يبقى فيه مسؤولية. بس طبعا الحب بيسهل جدا، بس هو هي ده هتجيبها منين؟ الأقرب هتجيب للطبيعة، المشاعر دي بس ما منين لو هيجيب هي منين هنا في هتجيبها المنطق ازاي؟ دوت؟ ما هي الست ما قدمتش حاجة عشان تاخد مشاعر، ودي بتبقى أزمة كتير بتحصل. هو اكيد عيب ان مفيش الحب ده، فهي مضطره تعمله واجب فضغط على نفسها. بس هل بقى عشان مفيش الود والحب ده بيقلل الشعور بقى اللي لما بتكون علاقتنا كويسه باهلنا بيبقى فيه قهر عليهم وعجز وشعور بالعجز ومتضايقين لهم وكده؟ هل ده بيوازن ده ولا لا؟ للأسف لا. ليه بقى يا دكتور؟ لأن في الآخر ما هو أنا بقدم حاجة، إحنا كبشر إحنا مخنا متركب على إنه يعمل حاجة فياخد نتيجة، حتى لو بعمل حاجة مش حاببها. يعني أنا رايح شغلي ومش حابه، بس أنا عايز أخد مرتب، أوكي، إذن أنا براعي وعايز أشوف تحسن، وعايز أشوف حاجة كويسة بتحصل حتى وأنا مش حابب الشخص. فهنا بقى أنا بعملها وأنا مش حابب، وعندي ذكريات مؤلمة كتير، وكمان ما باخدش. وعشان كده بقول إن الناس دولت من أكتر الناس اللي بيلجأوا للعلاج،
يعني دول فعلا. اكثر عرضة للاكتئاب من باقي مقدمي يعني الرعاية. اكتر من ان يعني النمط التاني بقى اللي هو حد مم. علاقته قوية جدا جدا بأهله، ممكن يبقى التأثير عليه أقل من الشخص اقل ده طبعا، لان هنا انا رغم بعمل الخوف حاجة. عليهم وإن هم لو حصل لهم حاجة هيجرى لنا الألم حاجة هيبقى وكده. من شكل من ناحية تانية، من ناحية تانية. ولكن هو في الدايركشن بتاع الواجع، في طريق الواجب انا بعمل الحاجة اللي هم في يستحقوها، انا النهاية أنا مبسوط في مش الآخر. ضميري مرتاح. حتى مهما كنت مرهق او حزين او تعبان، مفيش انا في صراع الاخر داخلي. خالص انا بعمل واجبي. دي بتبقى غير المشكلة. فكرة ان التعرض، يعني ما انت كنت بتتكلمي على الاحساس بالالم، ما هو انا بتعرض لحاجة غريبة قوي. انا في بعض الاحيان بتعامل مع شخص كاني فقدته، بس هو قدامي، انا قدام نفس الشخص اللي كان ذكي ودمه خفيف وكان مواقفه معايا وكان هيزعق لي في الحالة ديت وكان هينصحني، هو قدامي بس هو مش معايا، مش معانا. فكأني فقدته. فهو هنا الفقدان بيبقى مؤذي ليه؟ لأن هو فقدان مقدم. احنا مخنا متدرب انه يفهم الموت، لكن مش مدرب انه يفهم افقد بني ادم وهو قاعد موجود. معايا. بعد شوية الناس بتبتدي تاخد بالها وبتحول، بالذات في الأوقات دي الأمراض دي بتطول. فبعد شوية المخ دوره في الحياة انه يتأقلم، فبيتأقلم وبيحول المريض في الآخر بقى مش لابن، لا لطفل. وده نوعية الرعاية نفسها بتبتدي مرحلة عن مرحلة طبعا. لغاية لما توصل كأني بعامل بيبي. مم. بيبي مش فاهم حاجة فعلا، مش معايا. هل فقد يعني هل النوع ده من التطور في الشيخوخة أو الزهايمر أو ديمنشيا، لما بيحصل بقى الوفاة، هل الشعور الفقد عند المقدم الرعاية عند الابن أو البنت بيكون أقل؟ لا مش بالضرورة برضه. لا، لا رغم ان خالص. في تمهيد سنين تمهيد لده. طويل جدا، ولكن المنطق بيقول زي ما انت بتقولي ان يكون لا ده هو بقى نوع جديد من الفقد. كمان الشخص اللي عنده كأنه الزهايمر فقده مرتين زي ما حضرتك كنت بتقول. وفقد دوره كمان. لان بقى انا في ناس ببقى بمهد لهم ان انتوا او انتي محتاجة تلاقي دور بعد الوفاة. لان هي خلاص الحياة بقت بالكامل من مسخرة الصبح ليه. بالليل موجودة قاعدة، فهي نسيت هي بتعمل ايه لمدة سنين. فبنعيد التعرف تاني ان هيبقى فيه فراغ مهول، صح. والمخ هيبقى محتاس انا بعمل ايه في نفسي وان انا من غير دور. فده كمان مؤلم جدا. فاوقات جزء من شغلنا ان احنا نمهد ان لا خلي بالك احنا محتاجين، بالذات الناس اللي تفرغوا تماما. يعني في ناس عندهم ولاد وفي ناس عندهم شغل، لكن لو حد ولاده كبروا وما بتشتغلش فهي خلاص رجعت. وساعات حتى ممكن تنقل تروح تعيش مع اهلها او تجيب ده اهلها يعيشوا بيحصل معاها، كتير. ففعلا بيبقى فراغ بقى فراغ قاتل. واعاده ان انا ادور على دور جديد. انا حاسه ان كل مسار الحلقه انه فكره رعايه الكبار دي عبء والم وازاي نتعامل معاه وكده. والله احيانا بتبقى فيها حاجات ايجابيه، صح؟ 100%. يعني مش عايزين نبص لها من زاويه واحده. انا اعرف ناس قربوا من اهاليهم في فتره التعب، صح. يعني علاقتهم اتحسنت بيهم في فتره التعب. هقول لك المشكله جايه منين. جايه ان احنا بنتكلم على عبء الرعايه. هو الحقيقه عبء الرعايه ده احنا بنشوفه لما الشخص يتعب يعيا، اللي هو مقدم الرعايه، يجيله اكتئاب او يجيله قلق. ولكن احنا ما بناخدش بالنا ان في ناس تانية كتير جدا مقدمه للرعايه وما بتتعبش. احنا دايما واخدين بالنا من اللي تعبانين، لكن هو في طبعا جزء تاني. في لو انا بحب اهلي في احساس رائع ان انا بساعدهم، في احساس بالواجب عظيم، في قرب ودرجة قرب بالذات مع السن الكبير يمكن ما بنحسهاش واحنا اصغر. يعني لما يبتدوا يبقوا اضعف واقل، في نوع من الحنية كده ومن العلاقة اللي بتعرفني انا نفسي من اول وجديد، بالظبط، فبتحسني بتخليني بني ادم احسن. بالظبط. فلا هي فيها ايجابيات كتيره جدا، وعشان كده هي سنه الحياه، هو مخلوقه الحياه كده اننا بنكمل بعض، البشر بيكملوا بعض وبيكملوا ادوار بعض. فهو ده دور طبيعي. الازمه ان المجتمعات ما بقتش طبيعيه، عدد الاولاد بقى اقل، الضغوط الماديه بقت اعلى بكتير، كم التفاصيل اللي الناس بتحارب فيها بقت اعلى، فبالتالي عشان كده ابتدى يبقى عبء.
نتكلم بقى على الأب أو الأم نفسهم أو الشخص المطلوب رعايته تمام. يعني. الشخصية العنيدة، مم. الشخصية اللي هي كانت في وقت من الأوقات يعني عندها القرار، سلطوية طول أو عمره مم. مدير، مم. طول عمرها مسؤولة، مم. هو اللي بيقول صح والغلط وكده. وفجأة مم. بقى مطلوب منه يسمع كلام ولاده. مم. طب يعني نتعامل الصعوبة ازاي؟ بتبقى زي ما انت شرحتوا حاجتين، يا إما إن أنا بقى عندي حد وانكسر قوي. مم. الانكسار قوي ده معناه إن هو فجأة بيبقى ساب حد قيادي وبياخد قرارات وفجأة ساب ايديه خالص مم. خالص، مم. فمش عايز يقوم، مش عايز يحاول. لأن في أحيانا الناس الأقوياء لما بيتعرضوا لعجز جسماني أو لإحساس إن أنا بفقد قدراتي، هو ده بيدخل في اكتئاب عنيف جدا. مم. أوكي، مم. اللي هو بيبتدي من أول مش المعاش، ساعات الناس بتكمل بعد شغل بعد المعاش، بس وانس إنه ما قدرش يكمل شغل بيبتدي التدهور أيوه يحصل. أيوه. دول التعامل معاهم في رأيي له صعوبته، زيها زي اللي بتعامل مع الشخص السلطوي العنتي، مم. لأن ده فجأة انت مفيش حاجة بتحركه، ما بيقومش، مم. يائس. بنسميها disengagement أو إن هو انفصال، يعني مم. ابتدى يفك من الحياة. يعني حتى في بعض التشبيهات يقول لك عاملة زي مقبرة الأفيال كده، اللي هو الفيلة بتروح قبل ما تموت بتروح أيوه، حتة تقعد فيها ويكتئب فعلا، مم. ويكتئب، تحس وتنفصل إنه عن ملوش يحس ما قيمة الطبيعة. لهمش دور خلاص. في فده الحياة وفي بيحصل المجتمع. في العواجيز، ان هو بيحصل الانفصال ده، يبتدي يقطع، ما يكلمش الناس، ما يردش على التليفون، مم. ما يخرجش، يبطل ينزل يصلي طب نعمل الجمعة. إيه؟ طيب هنا لو دخلنا في النمط ده بيستدعي علاج. دكتور. لان احنا آه. بنتكلم على دكتور نفسي. طبعا طبعا. بنتكلم على اكتئاب مم. بيؤثر كمان على الحالة الصحية، الصحية جدا صح مم. صح، ما جدا جدا. يبقاش عنده رغبة في خصوصا الحياة. لو هم اه لسه مدركين في كامل واعي. وده إدراكهم بيبقى ووعيهم. أنا مع كان إدراك عندي جامد جدا. تجربة مع مامتي. هي مامتي كانت ست بيت جدا، مهم. لما ابتدت تتعب أكتر ما بقتش تقف في مهم. المطبخ. فأنا لاحظت مثلا إنه هي لما كنت أنا بصحى وأقول إن إحنا النهاردة هناكل كذا كانت بتتضايق. مهم. فبقيت حريصة بوعي إنه هي اللي تقرر هناكل إيه النهاردة، هي اللي تقرر نشتري قد إيه كميات. مم. لدرجة إن أنا كنت بجيب الأكل من البوتاجاز لغاية عندها في عشان الصالون، تقول رأيها. تدوقه وتدي مم. مش يبقى أوكي. عندها دور. هو ده بالظبط إنه اللي يبقى انت إن دي مم. هي ما زالت قائد البيت يعني. مم. وده اللي بالظبط بننصح بيه في التعامل مع الشخصيات القوية اللي لها سلطة، ان احنا بنسيب له مساحة واسعة مم. في قرارات كتيرة قوي. لان في بعض الاحيان احنا بنعتبر ان بما انه عي واحنا ابتدينا ناخد بالنا فكأن كل الادوار وقعت. لا، مم. هو مش كل الادوار وقعت، مم. وفي بعض الامراض الادوار ما بتقعش خالص. صح. فهو محتاج انه يبقى موجود ومحتاج ياخد قراراته ويتسأل على فلوسه عايز يعمل بيها ايه، حاجات مم. كتيرة. مم. ده من ضمن الحاجات اللي بتخفف الحدة بقى بتاعة العناد، لما نيجي في الحاجات اللي محتاجين نقنعه فيها، العلاجية اللي هو بقى. العلاجية، اللي هو لا مش هعمل عملية، لا الدكتور ده ما بيفهمش حاجة، لا الدواء ده مش هاخده، اللي هو رفضه للضعف. مم. فلما بنفضل مديني قوة في المناطق الأخرى، جايز ده يسمح لنا بمساحة مناورة عشان معاه ما في بيحسش في ان القرارات هو ما الأصعب. بيحسش ان هو تم تهميشه، اه بيحس ان اه هو لسه عنده دور، بس في اه بعض الحاجات بنبقى احنا عايزين مساحتنا فيها. مم. بالظبط. انت يا لينا كمان كان عندك مع باباكي خطة كده دايما بتعمليها؟ انا بابايا برضو لما يعني كان برضو كان مريض كلى، وطبعا فترات غسيل الكلى دي في الاواخر بالذات مع السن طبعا. الكبير بتبقى مؤلمة جدا يعني، ويبقى في برضو الانسحاب ده. فكنت كل مرة اروح كنت بعدي عليه كل يوم، فكنت اقعد ارتب في مخي هنتكلم في ايه. هو كنا بنتكلم كتير قوي في الشأن العام وفي السياسة وكده، وده كان اهتماماته يعني. مم. فكنت لازم ارتب بقى واقول يا رب النهارده يبقى في احداث مهمة حصلت على الساحة الدولية والإقليمية عشان نتكلم فيها، عشان ده اللي كان بيرجعه تاني طبعا ينتعش طبعا. ويبتدي بقى يتكلم ويشرح لي ويحلل ويعمل. فكنت كل يوم اقول لازم يبقى عندنا ده، يعني الساعة دي اللي هنقعد نتكلم فيها بترجعه تاني لنفس الحتة اللي هو كان فيها قبل كده، حتى لو انا بعد ما مشيت هيرجع تاني منسحب يعني من احنا نفس التجربة مشابهة كانت مع والدتي الله يرحمها. هي فقدت بصرها حوالي 8 سنين قبل وفاتها. مم. في 8 سنين هي
يعني ضريرة تماما مش مدة بتشوف، اه وهي شخصية قوية جدا. كانت اللي بتعمله ان كان معاها جليسة، الحقيقة كانت يعني ذكية جدا، فكان مسميها السكرتيرة بتاعتي. مم. ففضلت تدير جمعية خيرية كانت هي اللي مؤسساها بالتليفون من البيت. كذلك أدوارها مع أحفادها، إنها طول الوقت هي اللي موجودة ولازم يتحكي لها إيه اللي حصل ومين عمل إيه ومين نجح ومين اتخطب ومين كذا. مم. كل ده كان أساسي إن إحنا نفضل محافظين على نفسيتها، لأنها كانت شخصية فاعلة جدا طول حياتها. صحيح. مم. ايه اللي المفروض نفهمه احنا عن نفسية بقى الشخص اللي هو ممكن يكون وصل للسن ده، سواء عي او بس مجرد يعني نمرة تطور واحد شيخوخة إنه طبيعي؟ خايف قوي. مم. مم. مرض يعني أنا عجز، مم. يعني أفكار هو إيه اللي جاي، غير الوعي بالسن. وعي بالسن معناه إن أنا قربت من النهاية. مم. ده مش كل الناس بتستقبله بسهولة صح. على مم. فكرة. يعني احنا عندنا اعتقاد كده ان الكبار بالضرورة مؤمنين، ولا مش لازم على فكرة. بعضهم بيبقى رافض قوي، بعضهم بيبقى رافض انه كبر، صح. مم. وبالتالي احنا بنتعامل على اساس ان اوقات كتيرة قوي بنطبطب. عشان كده بتكلم فكرة حساسيتنا لألمهم لإحساسهم. هو طول الوقت بيسمع عن ناس حواليه بتموت من جيله، اه. فدي حاجة. الحاجة التانية الحساسية المفرطة، مم. بالذات ان انا تم تهميشي، ان انا ما مم. بقتش مهم، صح. ان ما بيتسألش عليا كفاية، او ان انا اه بيتعمل لي الحاجات بس مش فارق هو انا مبسوط زعلان. طب دكتور تامر، لو احنا في الاخر هنقول حاجة لمقدم الرعاية، لان هو ده هدفنا في الحلقة دي الحقيقة، ان احنا بنكلم مقدم الرعاية اكتر. ايه اللي يعمله عشان سلامته هو النفسية، ويبقى بيفكر في ايه في سلامة كمان والده او والدته النفسية في السن يراعيه ده؟ من غير ما هو بالظبط. كمان ايه الحاجات يتدمر. احنا المهمة اللي لازم بنخاف عليه مم. على مقدم الرعاية، من فكرة اللي كنا بتكلم عليها كذا مرة، اللي هي فكرة الاحتراق، الاكتئاب، من امراض القلق عموما. ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل لان انا متعرض لضغط مستمر طول الوقت، ولاني بما ان ده واجبي فما ينفعش اتخلى عنه ولا اقل. اللي احنا بننصح بيه ان واحد، نطلب مساعدة. مساعدة مش بالضرورة ان هم هيجوا يشيلوا معايا، بس لو حد جه قعد ساعة كتر خيره. لو عرفت استعين بجار يعمل لي المشوار ده وماله. فكم ان انا اطلب المساعدة ده لا يعيب. مم. وبعض الأحيان حتى ما نستهونش بالمساعدات الصغيرة. الحاجة التانية إن يبقى فيه جزء من الحياة مستمر. يعني بنقول لمقدم الرعاية إن طيب إن شاء الله ساعة كل أسبوعين مم. ليك، مم. انزل اشرب قهوة في مكان بتحبه. حاجة مهم تنفع جدا. تتعمل، مش مكلفة ماديا، مش هتخرجك بره الواجب، ولكن هتشحنك عشان تقدر تكمل، عشان ما تقعش. مم. 3، التعامل مع الإحساس بالذنب. إحساس بالذنب إن أنا كده هبقى مقصر وكده هبقى وحش، لفكرة إن في الآخر هو إحنا محدش فينا هيعمل حاجة كاملة. إحنا هنقصر وهنغلط، طالما إن ده مش عن تعمد ولا عن إهمال، لأن إحنا بخلقتنا ما بنعملش كل حاجة صح. مم. وإن أنا طول الوقت، ما أنا لو عملتش كده لما هفقده هبقى قصرت. صح. لا، ويجيلي الحقيقة ايوه، تأنيب الفكرة دي ضمير بتسيطر ساعات طبعا علينا، ان في احنا الرعب بنخاف. بتاع إن أنا هشعر اقول يا ريتني بالذنب ما بعد كنت كده. عملت. فحاول أعمل حاجات اللي هي في الآخر هتخليني غضبان من الشخص المريض. ويمكن الشخص المريض مش مبسوط، يمكن بالظبط. دي ما تسعدوش. وفي إحساس الذنب التاني لما أضطر أبقى ناشف شوية مع الشخص المريض. طبعا. يعني أحيانا بيبقى التعامل محتاج شوية حزم، محتاج إن لا هتاخد الدواء، لا مش للأسف. هتنزل، لا كذا. للأسف. وبعدين أحس بذنب إزاي إن أنا احتديت زعقت له أو أو ده الذنب ده زعقت. احنا عايشين بيه بعد ما راحوا. فبنرجع تاني نناقش هو ده كان في أنه سياق. صح. يعني الأشياء ما بتقاس، هي صح وغلط، ما هي صح نجلدش وغلط نفسنا يعني. في أنه سياق. ده كان عشان إيه؟ مصلحته اكيد. عشان أنت قليل أدب، عشان أنت ما تربيتش، لا، أنت عشان ما كانش هيعمل الحاجة إلا كده، صح. فأنت كنت بتحميه. فهي التعامل مع المشاعر ديت مهمة قوي، والتعامل بواقعية. إن أنا في الآخر أنا مطلوب مني إني أسنده وأساعده، وأحيانا لو العلاقة سيئة مش مطلوب إني أحبه، ولكن مطلوب إن أنا أبقى موجود عشان أحس إني أديت دور مهم في حياتي. طب هل حضرتك بتنصح إنه
يبقى في متابعة مع استشاري نفسي، لو فترة الرعاية دي كانت طويلة أو متعبة لا، أو كده؟ الحكم هو وجود مرض. احنا دورنا، مم. احنا الطب النفسي دوره انه يتعامل مع امراض، مم. اوكي، مش مع ضغوط. البني ادمين مخلوقين يواجهوا ضغوط. مم. احنا من يوم ما ده بنتولد اليوم ما طبيعي. هنموت، ده الحياة مم. لازم يبقى فيها ضغوط. مم. امتى يجي؟ لو ابتدى يبقى فيه اعراض، بمعنى ضربات قلب زياده، ما بننامش، مش عارفين ناكل، ابتدى التركيز يبقى وحش، يعني ابتدى يبقى فيه اعراض. اي مرض يعرف بايه؟ يعرف باعراض وعجز. مم. عجز ان انا ما بقتش عارف اشوف شغلي، مش عارف اخد بالي من ولادي، مم. مش عارف اقدم الرعايه نفسها. مم. ساعتها هنا لازم ألجأ أروح. للعلاج، لأن هنا احنا عدينا مجرد الضغط إلى مرحلة المرض. ساعات احنا كمان مقدمي الرعاية لما بنشوف اهلنا في الوضع ده بنخاف على نفسنا مستقبلا. طبعا هل ده جزء من الضغط النفسي اللي ممكن يبقى 100%. علينا؟ أنا جزء، لو تفتكروا في الأول كنا بنتكلم على فكرة نقلة الأدوار، إن أنا بقيت أنا الكبير. هو تعريف الكبير إيه؟ الكبير هو اللي مفيش فوقيه حد، مش كده؟ ففجأة الكبير ما بقاش كبير وأنا اللي بقيت فوق، فأنا اللي بقيت أقرب للموت. النهاية. فأنا بتعامل طول الوقت مع فقدانه ثم مع فقداني. صحيح. وكتير قوي الناس بتقول ان انا بمجرد فقدان اب او ام كاني نقلت، كأن الدور جاي عليا، كاني كبرت جدا. ايوه مع ان مفيش حاجه، أنا ما حسيت كده عداش غير بالظبط. يومين. أيوة انا انما حسيت كده فجاه بقيت بالظبط. انا اللي في الوش. لا، هي المسألة كمان بتتحول أحيانا خوف ورعب وعقدة ان انا امر بنفس التجربة المرضية، امراض طبعا او طبعا يبقى برضو ومين اللي ولادي هياخد باله مسؤولين مني عني بالطريقة او دي، مش عايزه ان ده يحصل في ولادي، مش عايزة ان ابقى عبء على حد. آه. فتبقى في بقى هواجس عايشة بيها بعد ما فقدت طيب هو ده طبعا بابايا او مامتي. اللي هقوله نظري وصعب قوي، ان هو فكره ان احنا ما بنقلقش مقدما. احنا دورنا ان احنا نقلق. القلق دوره ان هو يحدد الخطر ويتعامل على قده. القلق في المقدم ده بيبوظ دلوقتي اكتر بكتير جدا. جدا. صح. يعني طب ايه بقى اللي الناس تاخد بالها منه في نفسية بقى الأب أو الأم أو الشخص اللي أنا بقدم له الرعاية دي؟ طيب إن الاحتياج العاطفي أعلى بكتير من قبل كده، فهم محتاجين، لو فكرنا إنهم رجعوا في العمر شوية، يعني حصل نقوص يعني سنا بقى كأنهم أطفال، فالأطفال محتاجين اهتمام، حنية، تواجد، اهتمام بتفاصيلهم، مش مجرد إن أنا بودي الدكتور وبدي الدواء وبزع لما ما ياكلش. ان انا محتاج الجزء العاطفي يلبى، احكي وهيفرق له، اسمع منه قوي، صح. هيفرق قوي قوي قوي. يعني لان هم متهيألي ساعات كمان يا دكتور هم نفسهم مع التقدم في السن بيبقوا اكثر رقة قوي، صح؟ أوي. ساعات بيبقوا قوي. عاطفيين اكتر من قبل كده. في ناس اتغيرت تماما لما ساعات كبرت في هم السن، يعني ما تبقى الضعف مش هي نفس بيضيع الشخصية. الحدة ايوه أحياناً. الضعف بيضيع الحدة احيانا. طيب انا يعني ممكن اقول ان انا يعني دلوقتي يمكن مطمنة اكتر. لا انا على نفسي ولا لا يعني لما بدأنا الحلقة طبعا عشان برضو في ذكريات اكيد طبعا. يعني احنا الثلاثة حتى طبعا. عندنا ذكريات طبعا. مش طبعا. اعظم شيء يعني، لكن اقدر اقول بعد الحديث ده ان انا فعلا بعد كلام حضرتك حاسة ان انا ممتنة ان انا كنت موجودة معاهم في المرحلة دي. وانا كمان جداً. عندي نفس جداً. الاحساس جداً. وبقيت اقل يعني غضبا من نفسي على حاجات، مثلا مره اتعصبت، مره اتنرفزت، مره ايوه الواحد مره كنت غضبانه، مره كنت حاسه ان الموضوع يعني، بس احنا في الاخر بشر زي ما حضرتك قلت. طمنتنا يا دكتور. والمهم السياق العام مش المواقف، مش التفاصيل، لان المجمل ان ابقى راضي ان انا بالزبط. عملت احسن حاجه عندي، وده المطلوب ان احنا نعمل وقتها، لان ساعات لما الوقت بيعدي وقتها بتقعد تفكر ما كنت عملت كده ليه، ما عملتش كده ليه. انا بمعطيات وقتها. صح. مش بس مش هو حقيقي توزيع المسؤولية صح. فعلا بينجي الجميع، بينجي الكل. يا رب يبقى ده متاح، بس لو متاح مش دايما القاعده. لو متاح. ميرسي يا دكتور تامر، ميرسي ليكوا جدا، استمتعت ومتشكر جدا. لا احنا اكتر.